يا هلا بالعودة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده في الفيديو ده كلنا طبعا متحمسين لانكم طلبتوا الفيديو ده كتير جدا، وكلكم يعني كتبتوا لي في كومنتات كتير ان انا اعمل فيديو ازاي نلم كل مواد تالتة اعدادي قبل الامتحان، وازاي نراجع او نلم المواد بتاعتنا، وازاي كمان نعرف ان احنا نلم الحاجات اللي هي واقعه مننا في كل مادة. وكمان لو احنا في حاجات كتير جدا واقعه مننا فاحنا عاوزين نلمها ونعرف ازاي نراجعها كويس جدا قبل الامتحانات، بحيث ان احنا نقدر نحل كتير جدا على كل مادة، ونركز كمان في كل مادة على الحاجات المهمة والحاجات اللي بيجي اكتر منها في الامتحانات، والحاجات اللي احنا لازم نكون مذاكرينها قوي او متكيين عليها قوي جدا جدا يعني في المذاكره. ولازم دايما نكون عارفين الحاجات دي واحنا بنراجع عشان نوفر على نفسنا وقت ومجهود كبير جدا. وطبعا فتره المراجعه كلنا عارفين انها فتره مهمه جدا جدا جدا، ولازم كلنا طبعا نشد حيلنا الفتره دي لانها اهم فتره في الترم كله. يعني اللي مذاكر طول السنه وما ذاكرش مثلا او راجع كويس فتره الامتحانات دي ما بيعرفش يحل كويس جدا في الامتحان. اما اللي بيبقى مراجع كويس جدا حتى لو هو ما كانش بيذاكر من اول السنه بيعرف يحل ومجموعه بيبقى عالي. فاللي انا عاوزه اقوله لكم ان انتوا لازم تبذلوا مجهود كبير جدا جدا في الفتره دي، ولازم تراجعوا كل المواد، ولازم كمان تذاكروا باساليب جديده، والحاجات دي انا هقولها لكم في الفيديو ده النهارده. ففتره المراجعه والامتحانات بتكون فرصه من دهب كده لاي حد عاوز يستغلها انه يجيب مجموع عالي، او انه يعوض في الترم ده، او انه يحقق حلمه مثلا انه يخش الثانويه عامه، او ان هو مثلا يجيب مجموع عالي جدا. فلازم يستغل الفتره دي ويذاكر كتير جدا. هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نلتزم في الفتره دي ونهتم بالمذاكره والمراجعه كتير جدا، وان احنا نكرر كل المعلومات المهمه، وكمان نركز على الاسئله المهمه ونحل اسئله كتير جدا وكتب كتيره جدا. فالحمد لله ان ربنا اداكم فرصه جديده ان انتوا تحققوا احلامكم، وان انتوا تبداوا من جديد وتلموا كل الحاجات اللي متراكمه عليكم، وتلموا كل الحاجات اللي واقعه منكم. فعايزاكم تستغلوا الفتره دي كويس جدا، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. قبل ما نبدا الفيديو عاوزاكم تعملوا لايك للفيديو ده وتكتبوا لي كومنتات كتيره جدا عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد، وعشان كمان تدعموني وتشجعوني ان انا استمر. ولو اول مره بتشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. وطبعا احنا عندنا 5 مواد اساسيين: العربي والرياضه والانجليزي والدراسات والعلوم. اول حاجه معانا العربي طبعا زي ما احنا عارفين عليه درجات كتيره جدا وطبعا فروعه كتيره، فلازم نبقى محددين كده مع نفسنا وعارفين ايه الحاجات اللي بتقف علينا في العربي وايه الحاجات اللي صعبه علينا وايه الحاجات دايما اللي احنا بنعاني منها في العربي. فمثلا لو كان النحو هو اللي صعب علينا فلازم نبدا في فتره المراجعه نديله وقت كبير جدا ونحل كتير جدا على النحو ونذاكر اكتر نحو. وطبعا مشكلتكم كلكم ان انتوا عندكم مشكله في النحو، عشان كده لازم تركزوا عليها في فتره المراجعه وتدوا لها وقت كبير جدا في الحل، وكمان تحفظوا القواعد او تجيبوا شرح ليها من على اليوتيوب وتبداوا تلخصوا القواعد بايدكم وتذاكروها من ورا شرح المدرس اللي انتوا كاتبين من وراه. اما باقي فروع العربي زي النصوص او القراءه بتعتمد على الحفظ والتكرار، ومش محتاجه مننا ان احنا نفهم كتير، محتاجه بس ان احنا نحفظ ونركز كده بين المقارنات، وكمان نركز في الاسئله ونحفظها كويس جدا، ونحفظ كمان النصوص ونحفظ كمان القراءه او نصوص القراءه ونحفظها كويس جدا ونحل عليها كتير جدا، لان معظم اسئلتها بتيجي مقالي، وانت بتحل اسئله الامتحانات هتلاقي اسئله كتير جدا متكرره حتى في اسئله النصوص دي بالذات لانها بتيجي بالنص يعني، فهتلاقيها متكرره حتى انت هتحفظها من كتر ما انت بتحل امتحانات ومن كتر ما هي بتتكرر قدامك. فما تشتغلوش هم النصوص والقراءه، وذاكروها دايما كده بالصوت والتكرار عشان تثبت معاكم اكتر، وذاكروها على يد اسئله عشان طبعا هي بتيجي اسئله فانتوا تبقوا عارفين الاسئله بتيجي ازاي. وكمان عاوزاكم تركزوا برضو على اسئله القصه، ذاكروا القصه على يد احداث واسئله كده عشان مع نفسكم كده تبقوا عارفين كل احداث القصه وكل الاسئله يعني اللي بتيجي فيها تبقوا انتوا عارفينها. وخلوا معاكم دايما في فتره المراجعه كشكول لكل ماده عشان تلخصوا فيه كل الحاجات المهمه وكل التريكات بتاعه المواد، عشان كده تراجعوا منه برضو ليله الامتحان وايام الامتحانات، وعلى الحاجات المهمه بس تكونوا دايما كاتبينها في الكشكول ده. وخاصه بقى القواعد النحويه وكده لازم تبداوا تكتبوها في الكشكول ده من وقتي، عشان وانتوا بتراجعوا كده تراجعوا منها وتركزوا كده بعد ما المدرس يخلص تكونوا انتوا كتبتوا كل الشرح وراه في الكشكول بتاعكم، وده مش هياخد من وقتكم كتير، بالعكس ده هيفهمكم اكتر ويخليكم عارفين كل حاجه كده باختصار. وطبعا لو انتوا طبقتوا كل الحاجات دي وذاكرتوا اكتر وبعدين لقيتوا حاجات واقفه عليكم فانتوا لازم تبداوا تلجأوا لليوتيوب على طول، وتبداوا تشوفوا مراجعات وشروحات كتير جدا للعربي على اليوتيوب عشان تساعدكم ان انتوا تفهموا اكتر. وفي قناتين مهمين جدا انا هرشحها لكم. اول قناه هي قناه مستر عمرو ياقوت، والقناه دي عليها كورسات كتيره جدا للنحو، وعليها كمان مراجعات وشرح كتير جدا لمناهج ثالثه اعدادي هتفيدكم جدا 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 وهتساعدكم ان انتوا تلموا العربي بسرعه. تاني قناه معانا هي قناه مستر بتاع عربي، القناه برضو عليها كورسات نحو وكمان عليها شرح المواد بتاعه ثالثه اعدادي، وخاصه يعني العربي هي بتشرح عربي اكيد يعني. فتابعوا القناتين دول مهمين جدا. وبالاضافه لقناه الخطه التعليميه برضو طبعا لكل المواد معانا هتبقى جميله جدا، يعني بتنزل شروحات كتيره جدا ووقت بتلم لك مثلا الماده يجي في ساعه او ساعتين. وجربوا كذا قناه وكذا طريقه مذاكره لحد ما تظبط معاكم الطريقه الصح اللي انتوا تذاكروا بيها واللي انتوا تفهموا بيها اكتر واللي هتختصر عليكم الوقت والمجهود. تاني ماده معانا وهي الرياضه، وطبعا الرياضه ماده فهم ومحتاجه ان احنا نفهم كل حاجه فيها ودايما نطبق عليها كتير جدا جدا، لان الرياضه ماده تطبيق وكده ومش بتحتاج بس ان احنا نحفظ وخلاص، لا هي عايزه تطبيق كتير وحل كتير جدا واسئله مختلفه عشان دايما كده الطريقه بتاعه الاسئله تثبت في مخنا، ودايما كده نبقى عارفين نحل المسائل حتى لو اختلفت شكلها.
ولازم حاجة أساسية معاك في مراجعة الرياضة يكون معاك كشكول جديد أو أي كشكول بتراجع فيه من أول السنة، يكون معاك دايما كده عشان تكتب فيه كل قواعد الرياضة أو كل القواعد اللي أنت هتذاكرها وتراجعها معاك. ويكون الكشكول ده أهم من أي حاجة في حياتك، الكشكول ده لازم يكون معاك في مراجعة الرياضة، سواء كنت طالب شاطر أو مش شاطر أو حتى لسه بتحاول إن أنت تذاكر الرياضة ومستواك وحش جدا فيها. عاوزاك يكون معاك الكشكول ده دايما، وتجيب المسائل أو تجيب الحل أو تجيب الشرح من على اليوتيوب وتقعد تكتب القانون، وبعدين تكتب مسألتين 3 عليه في الكشكول ده، وتبدا تذاكرهم بالورقه والقلم في ورقه خارجيه وقلم خارجي، وتبدا على طول تذاكرهم كويس جدا وتحفظ القانون. وبعدين كده تبدا تفتح كتاب المعاصر او اي كتاب معاك وتبدا تحل على الدرس ده او على الاسئله دي، وتشوف الاسئله دي بتتحل ازاي وتحل اكتر من مره لحد ما الاسئله تثبت معاك ولحد ما تعرف طريقه الحل كويسه. سواء جبر او هندسه، فاحنا محتاجين نفهم الدرس كويس جدا الاول ونتاكد ان احنا فاهمين الدرس كويس، وبعدين نبدا على طول ان احنا نحل اسئله كتير عليه، والاسئله اللي تقف معانا نبدا نكتب السؤال في الورقه الخارجيه او الكشكول اللي معانا، وما نروح للمستر الدرس نوري له الكشكول او نوري له المساله اللي واقفه علينا ونقول له يا مستر مثلا المساله دي واقفه علينا، لو سمحت مستر حل لنا المساله دي. هو يحلها لك ويفهمها لك كويس جدا، وتكتب طريقه الحل من ورا المستر وتبدا تذاكرها تاني لما تروح. وعاوزاكم تحلوا كتير جدا جدا لحد ما الطريقه بتاعه الحل تثبت معاكم وتعرفوا تحلوا كويس. وكمان عاوزاكم تجيبوا ورق خارجي كتير وتقعدوا تحلوا فيه المسائل، وتحلوا مسائل كتيره جدا متنوعه بقى، وتحلوا امتحانات كتير شامله عشان مستواكم يعلى في الرياضه في كل فرع سواء جبر او هندسه. وكمان انا كنت بتابع الطريقه دي وكان مستواي عالي جدا في الرياضه، فعاوزاكم تتبعوا انتوا كمان الطريقه دي وان شاء الله تفرق معاكم. واي درس صعب عليكم في الرياضه سواء جبر او هندسه او اي حاجه انتم مركمنه في الرياضه، هتدخلوا على قناتين اليوتيوب اللي انا هرشحه لكم النهارده، وتدخلوا تجيبوا الحل او تجيبوا المراجعه من على القناتين دول، وتبداوا تكتبوا القوانين بخط ايدكم من ورا المستر، وتبداوا تراجعوا وتحلوا مسائل كتيره جدا على القوانين دي عشان تثبت معاكم. واول قناه معانا هي قناه مقهى الرياضيات، القناه عليها شرح لكل وحدات الرياضه سواء جبر او هندسه لثالثه اعدادي او تاني اعدادي واولى اعدادي، عليها عدد كبير جدا برده من المراجعات اللي ممكن تستخدموها في ان انتوا تراجعوا في المراجعه النهائيه، وان انتوا تراجعوا على الوحدات. المراجعات دي جميله جدا وهتفيدكم جدا ان انتوا تلموا كل المناهج او كل الوحدات اللي عليكم في الرياضه. تاني قناه معانا هي قناه يلا نفهم ماس او يلا نفهم رياضه من مستر احمد سرور، القناه عليها عدد كبير جدا من الشروحات وكمان شرح لكل الوحدات بتاعه الرياضه سواء الجبر او الهندسه الاولى وثانيه وثالثه اعدادي، وكمان عليها عدد كبير جدا من المراجعات النهائيه وحل الامتحانات الشامله. هتلاقوا عليها كل حاجه انتوا عايزينها في الرياضه او كل حاجه انتوا عاوزين تفهموها في الرياضه، هتلاقوها على القناتين دول اللي انا رشحتهم سواء قناه مستر احمد سرور او سواء قناه مقهى الرياضيات، هتلاقوا عليهم كل الحل او كل الشروحات اللي انتوا عاوزينهم. ولو اتبعتم الطرق اللي انا قلت لكم دي والحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي في مذاكره الرياضه، هتقفلوا الرياضه باذن الله وهتجيبوا فيها درجه عاليه جدا. ثالث ماده معانا وهي الانجليزي، وطبعا احنا عارفين ان الانجليزي فيه اكتر من فرع او فيه اكتر من حاجه زي العربي بالظبط. عندنا مثلا الكلمات وعندنا الجرامر وعندنا كمان الايساي او الباراجراف وعندنا القطع او كمان عندنا اللي هو سؤال المحادثه، وعندنا حاجات كتير جدا في الانجليزي. فعاوزين ان احنا نركز كده في الانجليزي على حاجات كتيره جدا، وعاوزين نبدا الفتره دي نركز على الانجليزي من حيث الباراجراف، وخاصه ان احنا معظمنا يعني بيأهمل في الباراجراف طول الترم. فعاوزاكم الفتره دي تنتبهوا كده وتهتموا وتحفظوا كلمات كتيره جدا على الانجليزي وعلى الوحدات اللي عندكم، وكل الوحدات اللي عندكم لازم تحفظوا الكلمات بتاعتها كويس جدا والجمل اللي عندكم، وكل الباراجرافات اللي موجوده في الوحدات لازم تحفظوها وتحفظوا جمل كتيره جدا منها عشان هتجيلكم في الامتحان يعني باراجراف من الباراجرافات بتاعت الوحدات، فلازم تكونوا عارفين كل وحده موضوعها بيتكلم عن ايه وايه الحاجات اللي ممكن تيجي فيها او المواضيع اللي هي مرشح انها تيجي فيها سؤال الباراجراف في الامتحان. كل وحده طبعا هيجي منها باراجراف، فانتوا تبقوا متوقعين كده كل وحده هيبقى الموضوع بتاعها ايه، ونبقى حافظين جمل وعبارات كتيره جدا تتكتب في الايساي او الباراجراف. وبالنسبه للكلمات فانتوا لازم تبقوا عارفين الكلمات دي تكرروها اكتر من مره بالنطق او بالصوت، وبعدين تبداوا على طول تكتبوها اكتر من مره وتسمعوها لنفسكم لحد ما تتاكدوا ان انتوا حفظتوها. وبالنسبه بقى للجرامر فانتوا لازم يبقى معاكم كشكول الجرامر تكتبوا فيه ملخص الجرامر بايدكم، عشان كده الجرامر يعني بيتنسى بسرعه ولازم احنا اللي نعمل له ملخص يعني بنفسنا عشان نبدا نفتكر الحاجات دي لما احنا نحتاجها او نيجي نحل. والانجليزي بيحب الحل الكتير، يعني احنا لازم نحل كتير جدا جدا في الانجليزي، ولازم نتدرب على نظام الامتحانات عشان نعتمد على نفسنا كده ونعرف نحل كويس، ونعرف كمان نتدرب على وضع الامتحان ونبقى كده واخدين مود الامتحانات من الوقت. ولو عندكم اي وحدات انتم مرقمينها او عندكم صعوبه فيها فلازم تبداوا على طول تجيبوا لها شرح من على اليوتيوب او من على القنوات اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي. اول قناه معانا هي قناه مستر عمرو رجب، وقناه عليها عدد كبير جدا جدا من الفيديوهات والشروحات وشرح طبعا مناهج الانجليزي بتاعه ثالثه اعدادي وثانيه اعدادي واولى اعدادي، كمان عليها عدد كبير جدا جدا من الشروحات هتفيدكم جدا وهتفهمكم كل الوحدات وتقدروا ان انتوا تستغلوها في فهم الوحدات، يعني هتفيدكم جدا يعني فوق ما تتخيلوا. وكمان عندنا قناه انجليش ويز ياسمينه عليها برده مراجعات كتيره جدا زي قناه مستر عمرو رجب برده، وعليها برده حل كتير جدا وامتحانات كتيره جدا، وعليها برده شرح لكل الوحدات بتاعه الانجليزي سواء لتانية اعدادي او ثالثه اعدادي او اولى اعدادي كمان.
رابع مادة معانا النهارده وهي الدراسات. الدراسات طبعا بتعتمد على الحفظ الكتير، وكل كلامها بيبقى عبارة عن كلام نظري وبيحتاج حفظ كتير جدا وتكرار كتير جدا، ومعظم الناس ما بتعرفش تحفظ او بتنسى اللي هي بتحفظه بسرعة. فعشان كده انا عايزة اقول لكم ان انتوا لازم تكرروا الكلام كتير جدا ولازم تحفظوا كتير جدا في الدراسات، لانها عبارة عن حفظ وتكرار كتير. مبدئيا كده لما نيجي نذاكر مادة الدراسات او انت تيجي تذاكر مادة الدراسات، اول حاجة تعملها هو انك تبدأ تفتح الدرس اولا كده، سواء جغرافيا او تاريخ، وتبدأ تقرأ الدرس ده من اوله لاخره بهدوء، وتقرأه كده قراءة شاملة، وتفهم الدرس ده بيتكلم عن ايه، وكل الحاجات اللي انت هتواجهها في الدرس والاسئلة وكل حاجة تبقى عارفها كده واخد عنها نظرة شاملة. وبعد كده على طول تبدأ ان انت تبدأ تذاكر الدراسات ده، وتبدأ تذاكر الدرس قصدي تذاكره قطعة قطعة، وتفهم الدرس ده بيتكلم عن ايه، وتحفظ القطعة لوحدها، وبعدين ترجعها كده وتسمعها لنفسك اكتر من مرة، وتتأكد ان انت حفظت القطعة دي كويس، وبعدها تدخل على طول على القطعة اللي بعدها وتكررها بالصوت، وتبدأ ان انت تسمع لنفسك اكتر من مرة لحد ما تتأكد ان انت حفظت القطعة دي. وكل الدرس بقى هيتحفظ على نفس الوتيرة دي لحد ما تخلص الدرس كله، وبعدين تحل الأسئلة اللي ورا الدرس على طول، وتبدأ على طول ان انت تحل الأسئلة دي وتصححها لنفسك، وتشوف انت غلطت في ايه، ولو غلطت في جزئية يا ريت ترجع تاني تراجعها من نفس الدرس، وتروح لها تاني في نفس في الجزئية اللي في الكتاب يعني، وتراجعها منها كويس. والدراسات كل سنه بيجي من نفس الاسئله او من نفس المحتوى اللي في الكتاب، وما بيبقاش فيه اي اختراعات او اي تريكات جديده. فانا عاوزاكم كده ما تشيلوش هم الدراسات، وعاوزاكم تذاكروا بس الاسئله او تذاكروا المحتوى وتقراوه كويس جدا، وعاوزاكم بس تحلوا كتير جدا اسئله شامله او امتحانات شامله او امتحانات المحافظات، لازم تحلوها كتير جدا وتحلوا كتير جدا لحد ما الاسئله تثبت معاكم وتحسوا كده ان انتوا عارفين تحلوا امتحانات كويس جدا. فحاولوا ان انتوا تحلوا كتير جدا في الدراسات، لان الدراسات بيعتمد على الحل. ولو وقف عليكم حاجات في الدراسات مش فاهمينها، لازم تبحثوا عن قناه مستر عطا زكي شحاته، لان القناه دي جميله جدا وهتساعدكم ان انتوا تلموا الدراسات او تفهموا الدراسات وتراجعوه كويس جدا. والقناه عليها عدد كبير جدا من الشروحات برده، وعلى شرح منهج الدراسات كامل لثالثه اعدادي، وكمان عليها مراجعات واسئله كتيره جدا. فابحثوا عن قناه مستر عطا زكي شحاته وهتستفيدوا جدا باذن الله. خامس ماده واخر ماده معانا وهي العلوم. العلوم طبعا عارفين كلنا انه ماده حفظ وماده فهم كمان، وخاصه ان في معادلات في الترم ده، وخاصه في الوحده الاولى طبعا. فاحنا لازم نعرف المعادلات دي بتتكتب ازاي، ولازم كمان نحفظ تكافؤات العناصر عشان نعرف ان احنا نكتب المعادلات دي صح، وكمان نكتبها بالوزن الصحيح عشان نبقى عارفين كده المعادله بتتكتب ازاي، لان اقل غلطه في المعادله بتبوظ المعادله كلها. وتكافؤات العناصر واسماء العناصر والتكافؤات بتاعتها بتبقى موجوده كده في اول صفحه في الوحده الاولى بتاعه المعادلات، بتبقى موجوده دايما كده، فهاتوها واحفظوها تاني، واحفظوا الجدول ده لانه مهم جدا في الوحده دي. واكتبوا المعادله اكتر من مره لحد ما تثبت معاكم، وسمعوها لنفسكم كده اكتر من مره لحد ما تتاكدوا ان انتوا حفظتوها. حتى لو هتكتبوا كل المعادلات بتاعتكم اللي موجوده في الوحده السنه دي، اكتبوها في الورقه، وخلوا الورقه دي معاكم دايما، راجعوا منها، هتكون مفيده جدا جدا ليكم. وبالنسبه للوحده الاخيره في العلوم، فهي دايما بتيجي عباره عن اسئله كده، او بتيجي عباره عن مقالي بحت، يعني لازم اللي يكون موجود في الكتاب هو اللي يتكتب في ورقه الامتحان. فانتوا لازم تحفظوها كتير جدا وتقعدوا تكرروا المعلومات لحد ما تثبت معاكم. والقوانين كمان حاولوا تحفظوا القوانين كويس جدا عشان تعرفوا تحلوا المسائل، وتعرفوا دايما اول ما المساله تجيلكم تبقوا عارفين القانون بتاعها هيتحل ازاي. وكمان لو في اي رسومات عندكم احفظوها كويس، عشان احيانا بيجيب اسئله فيها رسومات او فيها قوانين متعلقه بالرسومات دي، فانتوا تبقوا عارفين ان الرسومات دي بتتكلم عن ايه، او اي حاجه فيها رسومات لازم تحفظوها كويس وتفهموها كويس بتتكلم عن ايه. طبعا لو ما انتوش فاهمين دروس كتير او حاجات كتير جدا في العلوم، او مراكمين حاجات كتيره جدا في العلوم، فانا انصحكم بقناه اليوتيوب بتاعه الدكتور احمد مكرم. القناه عليها عدد كبير جدا من الفيديوهات، وكمان شرح مناهج العلوم لثالثه اعدادي. الدكتور احمد مكرم شرح حاجات كتير جدا جدا في العلوم، وشرح كل المناهج زي ما قلت لكم، وشرح كمان وحلل تدريبات وحلل يعني معظم الاسئله بتاعه الامتحانات الشامله. فانتوا هتستفيدوا من القناه دي وهتعرفوا تحلوا مشكله العلوم لو عندكم اي مشكله يعني في العلوم. وبكده يا جماعه دي الخمس مواد اللي عندكم، وازاي تراجعوهم باسهل طريقه، وازاي تلموا كل حاجه متراكمه عليكم في المواد دي، وازاي كمان ان انتوا تقدروا تراجعوا بسرعه وبدري وتنجزوا كل الحاجات اللي عليكم، واي حاجه بايظه عندكم في المواد تبداوا تصلحوها، وتبداوا تقووا نفسكم كده، وتبقى عندكم قوه كده في كل ماده، وما تبقوش يعني ضعاف في كل ماده، وتقدروا ان انتوا تعرفوا نقاط ضعفكم في كل ماده، سواء العربي او الرياضه او الانجليزي او اي ماده ايا كان. زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان دي فرصه ذهبيه لاي حد عاوز يعوض او يجيب مجموع عالي او يلحق مستقبله، فدي فرصه ذهبيه ربنا عطاها لك من جديد، او ربنا بيديك فرصه جديده، لان ربنا يعني عايز يقول لك ان انت قدها، وان انت ان شاء الله هتقدر، وباذن الله مستواكم هيعلى الفتره دي، وهيكون مستواكم عالي جدا، وهتعرفوا تحلوا في الامتحانات، وتعرفوا تعتمدوا كمان على نفسكم، وهتجيبوا كلكم مجاميع ودرجات عاليه. وبس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتم. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد، واكتبوا لي كومنتات كتيره كتيره جدا، لان انا بحب الكومنتات، وبجد عايزاكم تشجعوني كتير جدا في الكومنتات ان انا اكمل في السلسله دي، وقولوا لي انتوا في سنه كام وعاوزين فيديوهات عن ايه المره اللي جايه، وشيروا الفيديو ده مع اصدقائكم عشان يعرفوا يلموا المواد المتراكمه عليهم، وكمان يعرفوا يراجعوا المواد ويجيبوا درجات كويسه، باذن الله انتوا كمان تجيبوا درجات كويسه زيهم.
وبس كده اشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.